السلام عليكم الخوت والخواتات كاملين، لاباس عليكم؟ رمضان كريم. من درا كيف نتوما مع شي صيام؟ ماشي نوما هذوك عيتو وصلتوا ل10 ايام كور وعطي العوار ولا باقيين في الشهيوات؟ هو المهم هنا بارطاجيت معكم البيتزا ديالي. ها نتوما البيتزا ديال ولاد الشعب، ماشي ديك البيتزا ديال انا وانا. المهم ها البيتزا ديال ولاد الشعب. هنا بني جا من المدرسه كيسلم عليا. المهم اخوتي عندي معكم هنا كما شفتوا طحين الزراع والفرص. انا دائما الزراع حاضر، ما نقدرش على الفرص بوحدو. المهم عملت معاه شويه المليحه وشويه السكر، مقدار معلقه كات السكر ماشي بزاف، يعني اختياريه. حكيت شويه السحتار وعملت شويه السكنجبير. عجبني لاباد يكون فيها شويه السكنجبير، نسمو باش ما بغيتو ماشي ضروري. هنا عملت الزيت البلديه وعملت الخميره. ها نتوما سيروا معي دقه دقه، ونصحكم تجربوا هذه البيتزات وفحال هكا بهذه الطريقه هذه، ويصدق لكم ان شاء الله يا ربي ويوليو معتمدين عندكم. كما انا كل عشيه جوج، ما كاينش المزح. والله الا كل عشيه عندي جوج بحال هذا ما. المهم اخوتي عجنتهم بالماء دافي كما تشوفوا، عطيت مدلك شويه. وحقا بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي قبل من هذا. شكرا لكم بزاف، لا يخطيكم علينا يا احسن متابعين في العالم. المهم اخوتي هنايا مطيشه مسلوقه حتى هي كنطحنا. عرفتي طريقه مطيشه احسن من اللي محكوكه هكا خضره، تجي ملسه، تجي لاصوص ديالكم ملسه احسن من اللي محكوكه هكا. المهم انا طحنتها في مولينكس، صفيتها في صفايه. المهم كلشي باين قدامكم في الصوره قبل ما نهدر في الفيديو، يعني الفيديو موضح راسو لراسو. هنا عملت 2 معالق د الصلصه، خلاها بني مطيشه الحك عيشه. وهنا هذا الصلصه هذه عامله فيها شويه زيت البلديه وشويه الزعتر، واحد سنيون د الثومه وشويه د الابزار وشويه السكنجبير، مليحه بطبيعه الحال. يعني العطريه فاش عملتها انا كان حساب لي نصور، ما كانش عندي التليفون شاعل. ايوا هذا علاش ما جاش الوقت هذا الوقيته اللي كنت نعمل العطريه. المهم هنا في المقله عندي شويه د الكفته مع شويه د الفلفله، كان عندي مقطعه هي من قبل. هنايا قصت عليهم واحد البصيله وعملت لهم شويه د الزيت البلديه وشويه د المليحه، شويه د الابزار، شويه د السكنجبير، وحتى هما واحد الحكيكه د السحتر. السحتر اللي عندي من احسن حاجه. ها انتي والعطريه غير بالموس. شماكه قدامي نقضي به، ما عنديش المشكل يكون ضروري المعلقه صغيره ولا العبار ولا صافي. الشغل دائما 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 يرجع شغلك في يدك، ما عنديش المشكل زعما نعبر باش ما كان ولا نقي هكاك بالقرعه. المهم العباره نجيبو هو هذاك. هنا العجينه ديالنا هي فين من بعد ما خمرات نقطع نقسمها على جوج كما قلت لكم. يعني العبار هذاك د الطحينه يعطيني 2 بيتزات، هما هذوك ما كبارين ما صغارين. قرصوا العجيون ديالنا، يعني انا هاد المره هذه قرصته بحال هكا في الطحين، والاكثريه نقرصو نيشان في الطاوه. ما عندها نطاوب شويه الزيت نحط العجينه ونبسطها بيدي، ما نحتاج لا دلاك ولا حتى حاجه. غير هنايا تعمدت تنقي الطحين وصافي، زعما ما هي بحال عملتو لا الطحين بحال ما عملتو لاش الطحين. غير الطاوه ديالكم دهنوها بشويه الزيت وصافي. هنا كنزيد نبسط العجينه بيدي. من الاحسن العجينه ديالكم يكون عندكم شبعانه زيت. الا كان الطحين بسبسته بالزيت هكا مزيان تجي هشيشه وتجي رطبه. وعملوا العجينه رقيقه، ما كاين لاش ديك العجينه غليظه. انا هنايا واخا طلقت هاد شويه هذا يعني كتبقى ما رخفت راسها، وحطيتها شويه حتى زادت ارتاحت وزيد دقت عليها. ما عجبنيش لاباط تكون غليظه. وهنا الشرموله ديالنا هي تشحرات، طيبتها نص طيبه. ماشي ضروري حتى ننزل بزاف البصله والفلفله، شويه كنص طيبه حتى نحشي نفرن ضدها. وخصني غير يذوب هذاك الفرماج وطيب لي العجينه وصافي ماشي. ايوا هذا ما كان اخوتي، نتمنى من الله يكون الفيديو مفهوم وشرح راسو لراسو. هنا لقيتوني كان
حكيت هذاك الفرماج. كان عندي الجبن الموتزاريلا والجبن الاحمر ديال التاج، كان عندي نص حبه من هذه ونص حبه من هذه، حكيتهم في البواطه، احتفظت بهم في المجمد باش من العشيه نبقى نمشي كنقي فيه، ما نحتاجو نصيبو محكوك، ما بقاش ياكل العشيه خصها كتحك اي حاجه حيدت عليك الا وقادر تحملنا. المهم هنا كندير العجينه ديالي طيبتها نص طيبه، كنعمل عليها شويه الصلصه هانتوما كما تشوفوا كما مشاهدين في الفيديو. كنعمل ليها شويه الفرماج اختياري، يمكن لك تعملوا هكايا من التحت شرموله، يمكن لك تعملوا من الفوق. انا بعد مره نتهلا فيها بالفرماج وصافي، ومن بعد مرات ما يكونش كاين بزاف غير نكذبوا عليها، ماشي زعما ضروري. نتوما عارفين اخوتي راه ولاد الشعب. وهنايا كنقول لكم انت يا اختي والزيتون عاملاه راسي، ما عنديش شي مع ديك الزيتون المشري، انا يكون عندهم فيه الصودا وانا الصودا ما عنديش معاها. وفي السقيط نعمل بحال هكا 2 طرارو ولا 3، نحيد لهم العظام ونحطهم برمضان ان شاء الله يا ربي، نصايبهم بحال هكا كنقطعو واخا فيه تماره شويه باش تحيد له العظام ويكون السقيط ويكون تماره واخا هكا كنصبر، اللهم قدرت. باش تاكل واحد الحاجه صحيه ماشي سهله. عام نول عملت 2 طريروات جوزوا لي العام كامل، وهذا العام هذا عاوتاني عملت 2 طريروات بحال هكا غد الاسره، يجوزوا لي الخير والبركه. غير هكا المعمر لا احتاجيت بغيت نطيب الدجاج بالزيتون ولا شي حاجه، المهم غير للكوزينه. وهنا هذه تا هي نفس الشيء كما لقيت الاولى بنقي هذه هي. وانتم اخوتي شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، والهلا يخطيكم علينا، ورمضان كريم. ماشي الفيديو تسالى، غير استانس نقول لكم هاد الكلمات وصافي. نوريكم البيتزا ديالي كيفاش جاو. نشطت لي واحد شويه د الحشوه احتفظت بيها. ايوا هنا البيتزا ديالنا خرجتها من الفران، شوفوا راطبه يا سلام ولذيذه، والله الا لذيذه لان العجينه فيها الزراع. شي حاجه طيبه على يدك تعرف شنو فيها. ها انتم باينه عليها من الشكل ديالها، باينه عليها لذيذه وباينه عليها رطبه. هنا البيتزا الثانيه. ايوا هذا ما كان اخوتي، هذه البيتزا اختكم سليمه، قبلوا عليها وصافي، واللي عجباتو يجربها. ها الفيديو قدامكم مصور بالمقادير ديالو كامله، شنو ما عملت فيه هو هذاك.